السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأخواتي من كل مكان. أشهد الله أني أحبكم في الله، وطالما أنا بحبكم في الله أقدم لكم كل حاجة تنفعكم وتفيدكم إن شاء الله. وأتمنى أن الله عز وجل يتقبل منا هذا العمل، يرزقنا الإخلاص والقول في السر والعلن. يلا بينا نعمل الشنطة الجميلة كده. إزاي نعرف نربع الشنطة دي أو أي شنطة؟ إزاي نعرف نربعها ونعمل الرسومات الجميلة زي ما أنت شايف كده على الشنطة الجميلة ديت. يلا بينا يلا بينا. وانا سعيد جدا 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 وشكرا ليكم على انكم وصلتوا القناة الى 10,000 مشترك. جزاكم الله خيرا. اتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل ل100,000 باذن الله، وعن قريب بدعمكم وشيركم ومتابعتكم تعليقاتكم الجميلة. يلا بينا عشان ما ناخدش وقت كتير، يلا بينا نشوف هنشتغل ازاي. يلا بينا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعمل لايك تعليق جميل. يلا بينا يلا بينا. طيب قبل ما نبدأ كده بقى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل في الشنطة ديت ايه. هنيجي هنا كده الشنطة معانا مدورة اهي، تمام. احنا عايزين نربعها. هنيجي على الجناب ديت كده، تمام. والجنب اللي هو طالع من تحت هنا طوالي كده، وفي جنب هنا طالع العكس. هنيجي من هنا كده ونتني الشنطة كده، تمام اهو، تمام. ونتني جامد. الافضل بقى يكون معاك مثلا بنزة زي كده، وبعدين تتني ايه كده عليها الجناب كده، تتنيها كده، تمام. علشان كل ما تتنيها كده التانية بتكون قوية، وبحيث ان هي من الصعب ان هي ترجع تاني. لكن لما يكون معاك بنزة وتضغط عليها كده فبتكون معاك كويسة، وتدي معاك منظر اجمل زي ما هتشوف دلوقتي كده، تمام اهو. الجنب ده وبعدين الجنب التاني نفس القصة برضو اهو. وبكده تكون معايا الشنطة كده ربعت بالشكل الجميل ده، تمام. عشان اكمل التربيعة هنا برضو نفس القصة. هاجي بقى على الجنب اللي هو من تحت كده واركز على الاربع جناب، ان انا اكون الاربع جناب دولت اتنيهم برضو نفس القصة. يعني هاجي مثلا هنا كده، ده اخر سير اهو، اخر سير. هاجي من عنده كده واتني الشغل كده، بس بايديا بقى مش بالبنزة اهو، تمام اهو، بايدك كده اهو. ادي الجنب ده وبعدين الجنب التاني ده. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. لو انت جديد ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك للفيديو جميل من حضراتكم كده، عشان بيشجعنا ان احنا نعمل لكم محتويات تانية افضل. واي حد محتاج اي حاجة يكتب في التعليق تحت امره. يعني كده تكون معايا الشنطة جميلة هي مربعة. عايز تربع اي شغل بنفس الطريقة كده، سواء بقى شنطة كبيرة شنطة صغيرة، بنفس الطريقة كده بتكون تربيعة تربيعة الشنطة، تمام. طيب تعالى بقى نعمل الرسمة اللي احنا قلنا عليها دي. الرسمة ديت هنعمل فيها هتجيب اي سير بقى من اللون اللي انت عايزه. فطبعا السير ده عريض، تمام. في سيور بتبقى رفيعة اللي هي مثلا 4 مللي 5 مللي كده، يعني رفيعة. لو انت عايز تشتريها يكون افضل. طب انا مش هشتري بقى بقرة واخليها عندي والكلام ده كله، هجيب سير زي ده هو كده، تمام. وبعدين بقى السير ده هو انا هعمل فيه لو انا عايز الرسمة تكون تخينة، يعني ده 9 مللي، يعني انا لو قسمته 2 هيبقى ده كام؟ 4.5. لو خدته 3 هخلي مثلا كل واحد 3 مللي، تمام. فانت بقى على حسب على حسب احتياجك او على حسب رسمتك للشنطة. طب انا هعمل رسمتي بس انا هعمل 2 بس. هجيب كده النص اهوت من النص واقطع السير كده اهو 2 اهو، تمام اهو. والسير ده بقى اكون يكون سير طويل بحيث ان انا اكون لفه على الشنطة بزيادة. انا هحتاج، يعني انت هتحتاج كذا واحد، يعني مش سير بس.
فما تخلوش طويل قوي ولا تخليه قصير قوي. اهو تمام اهو. يعني انا مثلا الشنطه اهيت وانا لفيته كده على الشنطه اهو، السير اهو اهو اهو، لفه اهيت وادي اللفه التانيه، يعني كده لفتين على الشنطه. تمام. تعالى بقى هنيجي هنا كده معايا السير اهو، وهنيجي بقى كده في الصف اللي هو الاولاني ده اهو. تمام. ونيجي هنا كده مثلا من النص هنا واعدي ديت كده تحت ده. تمام اهو كده. تمام. وهاخد بقى ايه اوسطنه، يعني انا هشده كده واوسطن السير الطرفين قصاد بعض اهو. تمام اهو زي ما انت شايف كده. وبعدين هجيب بقى ده كده هلفه كده العكس اهو كده، اضغط عليه ضغطه بسيطه كده، وبعدين امسك الطرف بتاعه على العدل اهوت. وبعدين بقى ايه هنزل كده في اللي بعد منها، يعني دي كده اهو، هنزل في اللي بعد منها دي كده اهو. تمام اهو. تمام. ادي ايه، ادي شكل من الايه، من الاشكال اهو. تمام. واخد بقى الاتجاه بقى، يعني انا عايز الرسمه دي تبقى عامله ازاي. تمام. يعني انا مثلا نزلت هنا واحد اهو، انا هنزل كمان واحد هنا كده، او انزل بقى في اللي بعد منه، على حسب بقى انت عايز ايه، على حسب ما انت محتاج الرسمه تكون معاك ازاي. تمام. يعني انا بقى ايه هعمل رسمه جميله اهي كده. تمام اهو. اخدها طوالي اهو. تمام. اهم حاجه اتاكد ان السير يكون معايا ايه، السير يكون معايا عدل ومظبوط عشان ما يلفش مني ويبقى شكله وحش. تمام اهو. تمام. وهاجي بقى انا خدت الجنب ده كده اهو اهو، هاجي بقى في اللي تحت دي واجريها عامل ازاي، اخد العكس بتاعها، يعني مثلا اهي شغاله زي ما انت شايف كده اهو اهو. طريقه سهله خلي بالك اهو اهو. تمام اهو كده. يبقى انا خدت الجنب ده زي ما انت شايف كده، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. وبعدين هاجي مثلا الجنب التاني ده اهو، هتنيه كده العكس. تمام. واعدل السير اهوت، وامسك طرفه، وقصاد التانية ديت هعمل هنا بوز الاول عشان خاطر يبقى سهل معايا اهو. وبعدين بقى ايه قصاد دي كده هنا اهو اهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو اهو. تدي معايا بقى ايه منظر جميل في الشنطة اهو. تمام. يعني انا اركز مع ايه اللي انا هنضم فيها تكون قصاد التانية اللي انا ضمت فيها الاولانية دي. تمام. يعني مثلا دي لو ضمتها هنا اهي، طيب التانية هنا اسيب دي كده واقوم رايح هنا كده اه، في واحدة هنا في النص يبقى انا احطها هنا كده جنبها اهو. تركز عشان خاطر الشغل يكون معاك ايه مظبوط، والرسمة تطلع معاك مظبوط اهو. تمام اهو زي ما انت شايف كده. وبعدين نفس القصة طوالي اهو اهو اهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو اهو. تمام تمام. وهاجي بقى هنا اهو على ديت كده اهو، هعمل ايه، هعمل العكس زي التانية بالظبط اهو. تمام اهو اهو. شفت الجمال اهو. وبعدين هاجي بقى كده تاني كده اهو، وارد بقى الايه لفوق في نفس اتجاه التانية دي اهو. تمام اهو كده. انا بس هوريك سير بسير، وبعد كده هتشوف المنظر الجميل. وزي ما هي ماشيه بقى هنمشي قصادها، يعني ديت هنا اهي وبعد كده دي هنا اهو، عشان ما تخلفش معاك. تعدل السير وتلضم. تعالى بقى كده نسرع الفيديو في السير ده عشان نخش على السير اللي بعد منه.
احنا كده بقى هنقفل الشغل ونقطع الزيادات ديت من هنا كده، الصغير ده نقصه كده تمام. نعدل السيرين على بعض ونجيب السير الزيادة الطويل معانا ده نعديه مرة كده فوق السير التاني ده اهو، ونسحبه سحبة كويسة تمام. وبعدين نقص الايه الزيادة بتاعتنا كده تمام اهو. سير والفه كده على الشنطه تمام اهو، ومعايا بزياده شويه تمام. لو عايز نفس الحجم ماشي، عايز تقلل شويه برضه ماشي، يعني ده بقى اتحكم فيه. ممكن انا اقطع ده لثلاث سيور مش اتنين. هاجي مثلا هنا كده اعمل مثلا ايه 3، ادي واحد وادي واحد كمان تمام، واجي رايح بقى ايه مقطعهم 3 زي ما انت شايف كده اهو 3 اهو. ادي واحد معايا وادي التاني وادي التاني اهو. وانت بتقطع الشمبر كده لازم تقطعه ايه بالراحه كده عشان ما تشدش مره واحده وبعدين يتبهدل منك، مش هتعرف ايه تظبط تمام. كده معايا التلاتة هم تمام. هاخد واحد منهم اساوي الجنب بتاعه ده، بسم الله، اساوي الجنب ده كده تمام. وهاجي بقى على الشنطة كده مثلا هنا تمام، وهعدي من هنا اهو من تحت الايه السير ده اهو كده تمام اهو زي ما شايف كده، اعدي من تحت السير الابيض اهو فوق كده اهو تمام واشد كده هيدي معايا منظر جميل للشنطة تمام. هي ممكن ترز معاك كل شويه كده ان انت ايه تساوي السير ده تمام اهو، مفيش مشكله. فانت بتعمل زياده معاك بحيث ان يكون السير كويس معاك تمام اهو كده. تمام نظبطه كده من النص اهو، نوسطنه كده تمام، وناخد السير معانا ما نلفوش كله، يعني ناخد نصه عشان نجيب الايه الاتجاه التاني بالنص التاني تمام اهو. وهنلف دي بقى الايه اتجاه الشنطه كلها زي ما احنا ايه شايفينه كده بالظبط اهو. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت لسه جديد وجيت لحد هنا كده في الفيديو ما عملتش اشتراك، يعني عيبه في حقك، يعني خد بقى ايه لايك جميل كده للفيديو، اشتراك جميل في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وزي ما انت شايف كده بقى قدام عينيك بالمنظر الجميل ده، خلصنا كده الشنطة الجميلة اللي انت شايفها الحلوة تمام. ايه رأيك بقى في الجمال؟ بالله عليك بقى لو انت وصلت لحد هنا كده في الفيديو ما تنساش اللايك، تعليق، شير للمقطع، اشتراك في القناة. الفيديو القادم يكون افضل ان شاء الله. سلام عليكم.